كيف ترى هذا الحفل وبالتأكيد تكريم النجوم القدامى والنجوم الحاليين؟ أول شيء أشكر كابتن ناصر الجوهر، كان يعني لي الشرف إني عملت تحت إدارته. دربنا فترة في المنتخب السعودي، مدرب قدير من كبار المدربين في المملكة العربية السعودية، أتمنى له توفيق، إن الله يمتعه بالصحة والعافية. ونشكر صراحة الدكتور عادل عزت أعضاء مجلس إدارته على الدعوة الكريمة. يعني سعيد جدا أنا يمكن تعتبر شوية مفاجأة هذه اللي حصلت اليوم بالتدشين، ولكن يعني الحمد لله إنه الواحد يعني يشارك في مثل هذا الحدث. وصراحة أيضا انبسطنا اليوم مع اللاعبين الكبار اللي سبقونا وحققوا الإنجازات، وإن شاء الله يعني القصص هذه اللي قالوها اليوم هي اللي بتخلينا نعطي كل ما عندنا في المستقبل إن شاء الله. 10 سنوات من 2007 إلى 2017 أسامة هوساوي هو اللاعب السعودي الوحيد الثابت في المنتخب السعودي، وأيضا من خلال أندية في كل المجالات كمستوى وكلعب وكأخلاق. إيش السر كابتن أسامة؟ الحمد لله توفيق من الله. وأرجع لكلمة كابتن محمد عبد الجواد، سألوه نفس السؤال نفس الجواب اللي هو قاله، أنا بقول لك هو يعني أرجع ما سمعت. لا شوف يعني الانضباط في التمارين والنوم والتغذية، يعني وقت تمارين وقت إجازتك يعني أكيد راح تستمر مدة أطول في الملاعب. أنا عارف أنك ما تحب الأسئلة الخارج المواضيع الأحداث، لكن أبى أبارك لك بمناسبة تتويج أول فوز بالدوري مع الهلال. كلمتك وأنت أخذت دوري مع الأهلي وأخذت دوري سابقا مع الهلال وتأخذ مرة ثانية، والمنتخب السعودي إنجازات، بالنسبة لك إيش يعني لك هذا؟ والله شوف احنا هنا تدشين خلينا من الكورة، خلينا من الأندية أقصد، خلينا على التدشين حبيب قلبي، تعال في الملعب هناك نسولف.